مزيل عرق بزلاين. الفرق بين الاصلي والتقليد بكل انواع الرول اون والوانه بكل انواع السبراي. الفرق واضح وبسيط. هو بالنسبه في مصر هو مفيش المنتج الاصلي اللي هو الصناعه اللبنانيه خالصه جاي من لبنان يعني، لا خالص. هو الفكره بتقوم على مجموعه من الوكلاء، يعني شركه بتبقى هي وكيل بتاخد ترخيص من شركه بزلاين الاصليه، وبتبتدي انها تاخد المواد الخام بتاعتهم للتصنيع وبتصنعها في بلدها. الكلام ده مش بيحصل في مصر بس، بيحصل طبعا في الامارات والمنتج يعتبر اماراتي اصلي، وبيحصل برضو في السعوديه فيعتبر سعودي اصلي، في العراق، في سوريا، في بلاد كتيره. طيب امتى نقول ان المنتج تقليد؟ لما ما يكونش في اخر العبوه الكلام المكتوب تحت اللي هو الوكيل في السعوديه ويكتب لك اسم الشركه، او يكتب لك مثلا الوكيل في مصر ويكتب لك اسم الشركه المصريه اللي هي بتستورد المواد الخام. وكمان لما تلاقيش مكتوب في الاخر ميد ان لبنان، لازم هتلاقي برضو في الاخر مكتوب ميد ان لبنان. كده اتاكدي ان شاء الله ان المنتج اصلي. على فكره انا جربت كذا نوع من الانواع كلهم كويسين على فكره، وتفتيحهم حلو قوي، وكازاله عرق برضو كويسين. وفكره مثلا ان العبوه موجود عليها نحله بس او نحله مع الخليه دي ما بتفرقش زي ما قلت لكم، لان كل طبعا دوله بتغير شويه في شكل العبوه بتاعتها. بس طب ايه الاماكن اللي انت تقدري تجيبي منها المنتج بشكل اصلي؟ اكيد في الصيدليات الكبيره، في المواقع الالكترونيه الموثوقه. اتمنى اكون قدرت افيدكم النهارده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.